طب ما أنا فكرت في كل حاجة، ليه لسه مترددة؟ هلو يا أبطال الويلنس، عاملين إيه؟ اتطلب مني أتكلم عن التردد، إيه أسبابه وليه بنتوتر وبنواجه صعوبة لما نضطر ناخد قرار. هتكلم عن ده النهاردة وهديلكم خطوات عملية تساعدكم في التغلب على التردد. أنا هايدي وده ذا ويلنس سكواد، يلا نبدأ. كلنا بنتردد أوقات قدام بعض القرارات المهمة، لكن في ناس عندهم التردد أسلوب حياة. في علم النفس التردد مش مجرد طبع أو بطء في اتخاذ القرار، لكنه صعوبة مستمرة في حسم الاختيارات، وبيكون أحيانا مرتبط بمستويات مرتفعة من القلق عند الشخص. الشخص المتردد بيميل لتوقع أسوأ النتائج من قبل ما تحصل، فبيفضل يأجل الاختيار أو يعيد التفكير فيه كتير عشان خايف من إنه ياخد القرار الغلط ويعيش مع عواقب القرار ده. التردد ده مش بيكون بس في القرارات الكبيرة، شغل، جواز، سفر، لكن في ناس التردد عندهم بيظهر حتى في أبسط المواقف. يفضل يقلب في منيو الأكل في المطعم ومتردد يطلب إيه، أو تسأله هتيجي النهاردة يقولك هشوف هفكر هقولك، ويخلص اليوم ولسه ما أخدش قرار. ده يخلينا نسأل، ليه في ناس بتحسم قراراتها بسهولة وناس تانية بيترددوا يطلبوا قهوة ولا شاي؟ أولا في عوامل بترجع للطفولة. التربية الناقدة، الشخص اللي عاش طفولته في بيئة بتعاقب أو بتنتقد أي خطأ بيكبر عنده خوف من الخطأ، فبيتردد لأنه بيحاول يتأكد من الاختيار عشان يتجنب النقد. غياب مساحة الاختيار في الطفولة، لما الأهل بياخدوا كل القرارات بالنيابة عن الطفل ما بيطورش قدرته على اتخاذ القرار، وبيكبر وهو مش واثق في حكمه على الأمور، فبيتردد قدام الاختيارات. كمان عدم اتساق ردود الفعل في البيئة اللي اتربى فيها الطفل، ردود الفعل المتذبذبة من الأهل على تصرفات الطفل واختياراته بتخليه يربط بين الاختيار وبين الخطر، فبيكبر وهو خايف من عواقب أي اختيار. في أسباب تانية زي هوس الكمال، يعني إن الشخص بيسعى ورا القرار المثالي عشان عايز يتأكد إن اختياره صحيح جدا قبل ما ياخده، وده بيخلي الشخص يفضل واقف مكانه وما بياخدش قرار. أوقات لو قدامنا اختيارات كتيرة متاحة ده بيوسع دايرة الاختيار، فبنحتار نقرر إزاي وليه ونختار إيه ونسيب إيه، وده بيستنزف طاقتنا العقلية وبيطول علينا عملية اتخاذ القرار. وفي كمان بعض الدراسات بتشير إن عند بعض الأشخاص المترددين المنطقة في الدماغ المسؤولة عن رصد الأخطاء بتكون أكثر نشاطًا، فكل اختيار بيوصل للمخ كأنه محتاج مراجعة وتحليل زيادة. هل لاحظت قبل كده إن أول ما بيبقى في قرار مهم محتاج تحسمه تلاقي مودك اتغير؟ مالكش نفس تعمل حاجة ومش قادر تركز في أي حاجة غير القرار ده؟ القرارات المصيرية بتتحول لتوتر وعصبية لأن دماغنا بتتعامل معاها كأنها حالة طوارئ، fight or flight. المخ بيشوف القرار الكبير كأنه تهديد، وده بيخلي مخنا يعجز عن التركيز في أي شيء غير القرار. فممكن تحس إن الراحة رفاهية، مخك بيقولك ده مش وقت راحة، ده وقت ناخد قرار مهم وهنشيل عواقبه في المستقبل. وتفضل بأفكارك كده في صراع دائم بين المميزات والعيوب لكل اختيار، خايف تاخد القرار ويطلع بعد كده غلط وتندم، وبتبذل كل مجهودك في إنك تتأكد إن قرار فيهم هيكون صح 100%. تعالوا نشوف ممكن نعمل إيه لما ندخل في الحالة دي. أولا صوم عن القرار، يعني خد بريك لمدة 24 أو 48 ساعة تمنع فيها التفكير في الموضوع خالص عشان تهدي جهازك العصبي. فرغ أفكارك بالكتابة، اكتب على ورقة مزايا وعيوب كل قرار ومخاوفك وتوقعاتك لكل قرار، ده بيشيل الحمل من عليك شوية وبيقلل التوتر. لو القرار كبير قسمه لأجزاء أصغر، يعني فككه لخطوات صغيرة جدا عشان ما تبقاش موترة أو مخيفة. حاول تبص للموقف من بره بموضوعية كأنه ما يخصكش أنت، كأنك بتنصح صديق في نفس الظروف. طبق قاعدة 10 10 10، يعني قيم تأثير القرار عليك بعد 10 دقايق، 10 شهور و10 سنين، عشان تشوف تأثير القرار الحقيقي إيه. ممكن تعمل خطة طوارئ، تكتب خطة واضحة ومحددة هتتصرف إزاي لو القرار اللي أخدته طلع مش صح، ده بيديك إحساس بالأمان وبيخليك تهدى. أخيرا درب نفسك عادة على الاختيار السريع في مواقف بسيطة مش هتقلق من عواقبها. لو محتار بين طلبين في المنيو اختار واحد وخلاص، لو محتار تلبس أنهي تيشيرت وانت نازل احسم بسرعة. الفكرة إنك تعود مخك إن مش كل قرار محتاج تحليل طويل. في النهاية مفيش قرار في الحياة هيبقى مضمون 100%، ومفيش قرار مثالي، ولو فضلت مستني اللحظة اللي تحس فيها إنك متأكد تماما عمرك ما هتاخد القرار. خد القرار الأنسب بالمعلومات اللي عندك دلوقتي، ولو طلع مش أفضل قرار خليه فرصة تتعلم، لأن التردد مش دايما بيحمينا من الغلط، لكن بيحرمنا من راحة البال.
كان معكم هايدي وذا وين سكواد. باي.